السلام عليكم شباب الاتحاد. هاي اليوم ان شاء الله راح احكي لكم على الفانات مال التبريد. طبعا انا قصة التبريد بجهاز المحرار اللي يقيس درجة الحرارة من امشي يوصل تقريبا 7.5، 7 درجات ونص سيليزي، ومن اوقف تقاطعات او كذا يوصل 10.5 تقريبا درجة الحرارة. فشديت فانات هسه مثل ما تشوفون. هاي الفان الأولى مال كوريلا، سرعتها جدا عالية وصوتها ناصي، يعني بعكس باقي الفانات. هاي يسمونها 11 ريشة، فانت كبيرة تويوتا الأصلي. وهاي الثانية همين مال تويوتا، حجم أصغر تصير. أتوقع أنا تجي فان ثانية نفس هذا الحجم تطلع فد شي خرافي. بس أنا اشتريت بس وحدة. عندي ثانية همين مال تويوتا، أعتقد مال مارك أو كريستي، ذني المحور، همين مو قاصرة، ريشها صغار يصيرن وسريعة وصوتها ناصي. فراح اراويكم شلون ثبتتهن. انا طبعا اجتهاد من عندي تثبيتهن، لان قبل فترة ثبتتهن وكان ما عاجباتني يعني تثبيتهن، يتحركن بالطسات وكذا. فاليوم سويت لهم طريقة ثانية للتثبيت. هاي الاولى ثبتتها مثل ما تشوفون. طبعا الشمس كلش مأذيتني، برغي واشر، بحيث قاعدة على الشبكة. طقيتها بشناطات. هاي الشناطات إذا واضح التصوير، خلنا أزيد الإضاءة. دخلتهن من الشبكة الأمامية بحيث إنه ما تلامس للبوري. هذا البرغي كاب من فوق، فماكو مجال للحركة نهائيا. ومن هنا نفس الحالة من الأسفل ثبتتها مثل ما تشوفون. الشبكة ثقبت المبردات مالاتها، مو البايبات، ودخلت شناطة بها واشر من ورا، وخليت له ربلة مال تيوب على مود ما يحتك بالواشر، يحتك بالشبكة. ومن هنا همين خليت واشر وخليت راس مال شناطة قفلتها، بحيث انه صارت ما تتحرك نهائيا. يعني لو مو طسه هسه ما تحركها نهائيا، نامت على الشبكة. ما دام ماكو حركة ماكو اي خطورة. وهاي الثانية ثبتتها مثل ما تشوفون، همين برغي. هاي من ضربت شناطة على مود لان هاي الربلة تطلع قابلة للخروج، فما تتحرك بعد. من هنا هاي حديدة مثل ما تشوفون وعليها تيوب، ثبتت من فوق. من جوا بشناطات. هنا خليت ربلة مال رباط خلفي، هذا ما تشوفون ما يذب شي، كل شي استفاد منه على مود تحشر الفان. وضربتها بشناطة من هاي الذان مالتها ويا البرانكيت، ومنها ضربتها بشناطة ثبتت الفان بعد ما تتحرك نهائيا. هاي الفان الحلق مالها خشن اللي لامس الراديتر، فاستخدمت له تغليف مال البايبات مال تبريد. شرحته بالمقص وغلفت بيه حق الفان، حتى من تلامس الشبكة ما تأذيه. بينما هاي الفان لا، الحلق مالها ناعم وما بيه اي اشكال. الكتف مالها راح استخدم هذا الكتف اللي هو همين مال تويوتا، مال سيارات مفسخة بالتفسيخ موجود، يجي ويا قاعدة تشتريه. فشي حلو مرتب قوي. هذا يستخدم للتبريد مال التويوتا، فيتحمل هواي. طريقة ربطه هذا الكتف نخليه بهاي الطريقة، بهاي الوضعية. يعني الأقطاب الوايرات متينة لفوق، والأقطاب اللي وايراتها ضعيفة لجوا. فإحنا هذا الأبيض راح يجينا حار مباشر من الباتري، هذا الأحمر راح يودينا حار للفان، اللي هن فانات اثنين راح اربطهن سوا. الحار مال الفانات يربط ويا هذا الأحمر. هذا الأزرق اللي هو بارد ثابت،
تسحب له من البودي بورغي ثبته. هذا الأحمر الضعيف اللي جوه تسحب له حار من الكمبريسر مال السيارة. الكمبريسر أصلا واصل له بس واير واحد حار اللي هو مال التشغيل، هو هذا تسحب منه واير. أنا ساحب مسبقا هذا الواير، كنت رابط فانات سابقا، فهذا جاي من الكمبريسر، من واير الكمبريسر اللي هو يصير جوه تقريبا، يعني ما يبين الا تعرف الكمبريسر وين. بس انا جاي اشوفه، خلي احاول اوضحها. ما توضح الصورة، فللي يعرف يشتغل